إذا حاب تتعلم مجال جديد يجيب لك دخل إضافي فالكورس ده عشانك. الموشن جرافيك واحد من أقوى المجالات في سوق العمل والرواتب فيه مجزية جدا. في الخليج بتبدأ من 4000 ريال. هنتعلم أساسيات المجال في فيديوهات تطبيقية بسيطة تقدر تنقلك من المستوى الصفر للمستوى اللي بيخليك قادر أنه تستخرج فيديو موشن جرافيك من البرنامج بكل سهولة. كل اللي عليك تنزل برنامج الافتر افكت والإليستريتور وتبدأ من بداية الدروس عشان تقدر تستفيد من الدورة. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة إليش، قناة متخصصة في مجال الموشن جرافيك والأنيميشن. فلو انت جديد ما تبخل علينا باللايك والاشتراك بالقناة، ولو عجبك الفيديو ما تنسى تعمل مشاركة لواحد يقدر يستفيد منه. ويلا نبدأ على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في درس جديد إن شاء الله. هنتعلم كيفية الربط بين الطبقات. في درس الليلة إن شاء الله هنختار المقاس بتاعنا 1920 في 1080 24 فريم، وهنختار الزمن بتاعنا 10 ثواني، وهنختار اللون الأسود وهندوس على أوكي. يبقى هنرسم، هنكبر كده وهنرسم شكل الدائرة. هندوس على شيفت وهندوس من أداة الانكر بوينت، هندوس على التايم لاين وهنخليه في النص تقريبا، ونصغر الطبقة شوية. طيب كلام جميل. هنرسم تاني، هنخليها باللون الأصفر زي ما شايفين، هنشيل منها الستروك هنخليه نون إذا موجود، وهنسميه الشمس. هندوس عليه انتر نسميه الشمس، وهنخلي اللون في الطبقات باللون أصفر، وهنصغر الطبقة بالطريقة دي من الإعدادات بتاعتها. وهنضيف الأرض، نرسم شكل الأرض هيكون طبعا أصغر، وهنديه لون رمادي، وممكن نديه لون أخضر مايل على الرمادي بالطريقة دي. هندوس عليه ضغطة واحدة وإنتر، وهنسميه الأرض، وهنخلي اللون بتاعنا جرين، وبرضه هنضغط عليه في التايم لاين ونختار مكان الأنكر بوينت للمنتصف. ممكن ندوس على السنابي من هنا يختار لنا في المنتصف بالضبط، وهنا برضه في المنتصف بالضبط. وطوالي تاني هنضيف القمر نيو شيب لير، وهنختار الدائرة برضه، والشيفت هتوصل لنا دائرة كاملة هتكون أصغر من الأرض. وهنختار ليها اللون الأبيض رمادي شوية، هندوس على أوكي. طيب هنبعدهم شوية من الشمس، ومكان الأنكر بوينت هتكون في المنتصف عن طريق الإسنامي زي ما قلنا. فكده كلام جميل. القمر نسأله انتر القمر، أو ممكن لو ما ظبط معاك الانتر كليك يمين رينيم بالطريقة دي. طيب عندنا حاجة اسمها بارنت اند لينك. لو ما موجودة بارنت اند لينك عندك هتكون في تقول سويتش مودز، تقول سويتش مودز، وهتدوس عليها كده عشان تظهر معاك بارنت اند لينك. هتضغط على الأرض وباللولب ده هتربطها بالشمس، وهتضغط على القمر وتربطه كده بالأرض. كده انت ربطت كل الطبقات ببعض. فمن هنا هتدوس على حرف الار، هتدوس على كي فريم، وفي الثانية رقم 10 مثلا هتعمل مثلا 4 دورات. ما حصل شي هترجع للكي فريم الأول، وهنا في الأرض هتدوس على ار تدي كي فريم، وتمشي للكي فريم التاني بتاع الشمس، وهتديه مثلا 6 دورات، وهتدوس على انتر.
وهتخلي الحركة زي ما هي الباقي، وهتشوف الحركة بقت عاملة كيف. زي ما شايفين الحركة ظبطت بالطريقة دي. طيب زي ما عارفين في حاجة اسمها null object. النول object ده بربط لنا كل الطبقات ببعض، فهنخليه كده في منتصف الشمس، ونربط الشمس بالطبقة بتاعت النول object زي ما شايفين. نصغر الطبقة بتاعت الأرض بالطريقة دي، ونصغر طبقة الشمس بالطريقة دي، أو نخليها زي ما هي. فهنعمل سكيل للنول object، وهندي كي فريم برضو في الثانية الأخيرة. في الثانية رقم 5 هنخلي السكيل مثلا 50. طلع علينا 5 هنعملها 50 زي ما شايفين. عمل لنا زي حركة كاميرا بالنسبة للمشهد بتاعنا. هنشوف الحركة بقت كيف. بيصغر وبعدين تاني بيجي يكبر، وبالطريقة دي المشهد بقى مكرر معانا. فكده عرفنا كيفية الربط بين الطبقات، وعرفنا النول اوبجكت بيعمل شنو. النول اوبجكت هو عبارة عن آه، طبقة فاضية بتربط لنا الطبقات بالنول اوبجكت ده، بحيث انه ما يخرب علينا التحريك. يعني ما ممكن تاني اقدر اتحرك لو حركت في السكيل حيتحرك معايا الارض والقمر. فانا داير اتحكم فيهم الثلاثة مرة واحدة عن طريق النول اوبجكت. وعن طريق البارنت بقدر اربط الطبقات برضو ببعض، فهتسهل علي الحركة. كده ممكن اشوف الكفريمات كلها. القاكم في الدرس الجاي ان شاء الله.